للحديث عن المنتدى الاستثماري السعودي السوري ومستقبل الاستثمارات في سوريا، ينضم إلينا الباحث الاقتصادي منير عبد العزيز عبر تقنية الفيديو من تركيا. مرحبا بك سيد منير في ستوريا. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وارحب بكم بجميع المتابعين. حياكم الله. حياك الله. رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد أبو نيان قال في تصريح له أن هذه الاستثمارات هي حزمة بسيطة من الاستثمارات السعودية القائمة. كيف تقرأ المشهد؟ والله بداية أبارك للشعب السوري هذا المؤتمر المتميز حقيقة والواعد الذي نتمنى أن تكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوري وعلى المجتمع السوري ككل. بداية نحن أمام تحول نوعي في شكل العلاقة الاقتصادية العربية السورية، وبالتحديد أمام بوادر دخول الخليج العربي في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية في سوريا. خلال الفترات السابقة كانت سوريا في عزلة اقتصادية كبيرة جدا. الآن دخول هذه الاستثمارات انتهاء بهذا المؤتمر الاستثماري، أجد أن هناك ثلاث أبعاد رئيسية في هذا المضمار. البعد الأول وهو البعد الاقتصادي الذي تحدثتم عنه وتحدث عنه وزير الاقتصاد والصناعة ومعالي وزير الاستثمار السعودي. لكن هناك بعد سياسي آخر مهم جدا لابد أن نقرأه في هذه الحالة، أن سوريا موضع ثقة ويمكن للمستثمرين الدخول. دخول الاستثمار السعودي يفتح الباب بشكل كبير جدا أمام المستثمرين الأجانب لدخول سوريا، خاصة بعد الأزمة التي مرت فيها خلال الأشهر الأخيرة الماضية. فنحن حقيقة أمام تطور مهم جدا في البعد السياسي. والبعد الثالث هو البعد الاجتماعي. سوريا الآن تحتاج الكثير من الفرص ليعود أبناء هذا الوطن الجريح ليستعيدوا دورهم في بنائه وفي استثمار طاقاتهم وجهودهم. فنسأل الله عز وجل أن تكون بادرة خير لسوريا وللعالم والمجتمع العربي بشكل عام. نعم، اليوم ما يهم المواطن السوري هو أن يشعر بأثر هذه الخطوات الكبيرة التي تتخذها الحكومة. برأيك وبتقديرك متى سيشعر بالفعل المواطن السوري بجدوى الاستثمارات الأجنبية في سوريا؟ والله سؤال مهم في هذا الجانب، لأنه نحن اليوم لما نتكلم عن استثمارات تزيد عن 6 مليار دولار لا يمكن أن تنعكس على الشارع السوري بشكل مباشر، تحتاج وقت، وخاصة إذا رأينا أن مدة الاستثمارات تزيد عن 3 سنوات من تاريخ هذه المرحلة. وبالتالي لابد من أن علينا بداية كمجتمع سوري أن نتوافق وأن نعزز الثقة بيننا وبين الدولة لكي نستطيع أن نقوم بدورنا تجاه هذه الاستثمارات بشكل فاعل. ولما نتكلم نحن عن 50,000 فرصة عمل ستكون من خلال هذا المشروع بشكل مباشر و150,000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، فهذا يعد بأنه إن شاء الله مستوى الدخل سيتحسن عند المواطنين، ستكون هناك فرص لدخول الكفاءات والقدرات إلى السوق السوري واستثمارها بشكل كبير بشكل أفضل. لكن هناك إشارة أريد أن أشير إليها بشكل سريع. فيما يتعلق بالاستثمار، نحن رأينا أنها تركز حاليا على دمشق وما حولها. حقيقة نحن في سوريا الآن نحتاج إلى خارطة استثمارية تشمل جميع المناطق، خاصة المناطق المدمرة والمنكوبة. وهذه هي فرصة كما تكلمنا أنها فرصة بناء ثقة بالاقتصاد السوري، وهو دورنا نحن كمجتمع أن نستطيع أن ندعم هذه القرارات وهذه التوجهات، وبنفس الوقت نوجه رسالتنا للحكومة السورية بأن يكون هناك خارطة استثمارية على مستوى الأرض السورية بجميع محافظاتها ومكوناتها لكي نستطيع أن ننتقل مرحلة إن شاء الله من الازدهار والتقدم ونحقق فرص كبيرة جدا في الاقتصاد. الخير قادم بإذن الله لكل وجميع المحافظات السورية. شكرا لك الباحث الاقتصادي منير عبد العزيز على هذا اللقاء.